تخيل كده، لو في بنك للوقت، يعني مثلا عندك شغل كتير، تروح للبنك وتقول مساء الفل، عايز 20 ساعة زيادة لو سمحت. أو عندك مذاكرة طويلة وتقول لهم يا بنك اديني شوية ساعات كده. تخيل لو الكلام ده حقيقي. للأسف مفيش حاجة زي دي، بس في حاجة تانية ممكن تعملها. خلينا نبدأ الفيديو ده بقعدة مهمة جدا. كل ساعة بتحافظ عليها كأنك اشتريت ساعة جديدة لحياتك. والنهاردة هنتكلم عن 5 عادات بسيطة توفر لك أكثر من 20 ساعة في الأسبوع. جاهزين؟ يلا بينا نبدأ. أول عادة لازم نعملها: ابعد عن التليفون قبل النوم. كم مرة حصل معاك تكون نايم خلاص وتقول طب أشوف بس إيه الجديد على إنستجرام ولا فيسبوك، طب فيديو واحد على تيك توك، وفجأة تلاقي الساعة بقت الثالثة الفجر وإنت لسه ماسك الموبايل. الوقت ده لو حسبناه ساعة كل يوم، يعني 7 ساعات في الأسبوع راحت في الهوا. الحل بسيط جدا: حط الموبايل بعيد عن السرير، سيبه في أي مكان في الأوضة بس بعيد عنك. كده كسرت عادة سيئة جدا وكسبت 5 ساعات في أسبوع واحد. تاني عادة عشان تشتري وقتك: اتعلم تقول لأ. أنا شخصيا زمان كنت ما بعرفش أقول لأ. أكون بذاكر أو شغال، يرن التليفون: ألو، إيه يا معلم، يلا نطلع نتمشى، وأروح معاهم من غير ما أفكر. وأحيانا أسيب اللي في إيدي عشان أرد على أي مكالمة. لكن لما اتعلمت أقول لأ لأي حاجة تشغلني، حياتي اتغيرت. بقيت مركز وكسبت وقتي تاني. فخلي عندك الجرأة تقول لأ لما تكون مشغول. تالت عادة: قيد استخدامك للموبايل. افتح تليفونك وشوف انت بتقضي قد ايه وقت عليه. لو اقل من 3 ساعات في اليوم تمام، لو اكتر من كده خطر، ولو اكتر من 6 ساعات انت في كارثة. ليه؟ لانك بتضيع وقت كبير جدا في ولا حاجة. الحل: نزل تطبيقات تحدد لك وقتك على السوشيال ميديا، زي انك تقول فيسبوك ساعة واحدة في اليوم وبس. وأول ما الساعة تخلص، التطبيقات دي بتقفل لك البرنامج حتى لو عملت ريستارت للموبايل. جرب الموضوع ده وهيفرق معاك جدا. رابع عادة: ابني يومك من امبارح. تخيل كده شخص بيصحى من النوم مش عارف هيعمل ايه طول اليوم. يبدأ يومه ماسك الموبايل عشان يقتل الوقت، وفي الآخر يضيع اليوم كله من غير ما يعمل حاجة مهمة. وفي المقابل شخص تاني بيصحى وهو عارف هيعمل ايه، عنده 3 مهام محددهم قبل ما ينام. فرق كبير جدا بين الاتنين. عشان كده قبل ما تنام ب5 دقايق اكتب مهام بكرة في ورقة صغيرة. تصحى الصبح، تاخد القهوة وتبدأ تنجز واحدة واحدة. خامس عادة وأهم عادة: استغل الوقت الضايع. يعني إيه؟ يعني الوقت اللي بنقعد فيه مستنيين، زي وقت المواصلات أو وإنت ماشي، أو حتى وإنت قاعد في العيادة. الوقت ده بيضيع من غير فايدة، لكن ممكن تستغله فيه: تسمع بودكاست، تقرأ كتاب، تراجع شغلك، ترد على الإيميلات. تخيل لو استغليت الوقت الضايع ده هتكسب قد إيه ساعات في الأسبوع. تعالوا نلخص ال5 عادات اللي هتوفر لك وقت: ما تستخدمش الموبايل قبل النوم، اتعلم تقول لأ لأي حاجة تضيع وقتك، حدد وقت لموبايلك، خطط يومك من امبارح، استغل الوقت الضايع. جرب العادات دي لمدة أسبوع واحد وهتشوف فرق رهيب في حياتك. إيه رأيك نبدأ التحدي ده مع بعض؟ اكتب لي في الكومنتات لو ناوي تجرب، ويلا بينا نشتري وقتنا.